السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، تاني فيديو تقريبا يعني. فإيه النهاردة يا جماعة حبيت أتكلم معاكم في موضوع. آه، يعني هو كتاب أنا شفت دوبامي كافين كان ملخصه يعني. وأنا أصح أنا سمعت الملخص وجيت لخصته أكتر، أنت فاهمني؟ يعني هو دوبامي كافين لخصه في 7 فيديوهات، أنا لخصته في فيديو. هو الكتاب كان بيحكي، الكتاب اسمه كتاب الأب الغني والأب الفقير. هو الكتاب ده انا اصلا كنت عايز اشوفه، عشان انا الفيديو اللي فات انا قلت لكم ان انا من الحاجات المهمه قوي ان انا لازم اغير عقليتي، ان انا عايز اشوف ايه الحاجات الغلط في عقليتي، الغلط في العقليه اللي انا بفكر فيها. عقليه ان انت يعني في معلومه حلوه قوي انا عرفتها، هي بتاعت انت بتحوش كام. يعني لا، اللي هو ايه، بتاع المعلومه اللي هي بتاعت في معلومه حلوه قوي انا عرفتها. هي معلومه انت لما بيجي لك لما بيدخل لك دخل في الشهر، الدخل ده احنا كناس عادية، طبقة متوسطة، بنفكر في حتة اللي هو أنا بيدخل لي دخل في الشهر، هصرف منه كام. أنت المفروض تكون تفكيرك عكس كده، هحوش منه كام. فاهم أنت الفرق؟ أنت يا صاحبي لازم تفكر بجد في حتة اللي هو بدل هصرف منه كام هحوش منه كام، هستثمر منه كام، هجيب يعني الحاجات الاستثمار منه تبقى قد إيه. ف... فلما شفت فيديوهات دوبامي كافين، هو كان 7 فيديوهات. ال7 فيديوهات كان أول فيديو هو مقدمة للكتاب. هو الفيديو يعني او الكتاب كان فيه قصص كتير، قصص سردية بتحكي امثلة examples على الكتاب وعلى القوانين اللي جوه الكتاب. انا كتبت القوانين، هم كانوا 6 قوانين، بس 6 قوانين بجد هم فعلا مؤثرين، لان هم فعلا حاسس ان هم اثروا في تفكيري جدا الفترة اللي فاتت. انا قاري الكتاب بقالي حبة، وحبيت ان انا ابدا ان انا اطبق عليه، وحبيت ان انا اجي اشارككم لحظتي. هنبدا باول قانون. أول قانون هو الثري لا يعمل من أجل المال، بل المال يعمل من أجله. استخدم عقلك. أنا لما قريت المثال ده، اللي هو أول قانون، الثري لا يعمل من أجل المال بل المال يعمل من أجله، أهي دي حاجة غلط. كنا كلنا طبعا فاكرين إن أنت آخرك إن أنت عايز تتخرج من الكلية عشان أنت عايز تشتغل في وظيفة ثابتة بمرتب ثابت بشغل 8 ساعات في اليوم، هتفضل على كده لغاية سن 60، بعد كده تبقى بتاخد المعاش ومش عارف ايه وتفضل عايش كده مدى حياتك. هي مش عيشة وحشة، أنا مش بشتم الموظفين، هي حاجة كويسة جدا. بس ده لواحد مش عايز يبقى ثري، ده واحد عاجباه الطبقة المتوسطة. هو أنت واحد عاجباك الطبقة المتوسطة خلاص، إنما أنت واحد عايز تغير تفكيرك وعقليتك كلها، فأنت لازم تمشي ورا القوانين دي. إن أنت تبقى عارف إن أنت في بداية حياتك أنت لا إما هتشتغل كويس، تشتغل بنسبة مثلا اللي هو يعني أنا شايفها كده، اللي هو ان انت دلوقتي انت لازم اصلا عشان تبقى ثري، انت لازم على الاقل تشتغل 16 ساعه في اليوم. اللي هو انت بص، 8 ساعات مثلا وظيفه، و8 ساعات لعملك انت الخاص، او 16 ساعه لعملك الخاص، عشان تبقى بس تقدر ان انت تبدا العمل الخاص بتاعك. انت محتاج الوظيفه، انت محتاج تتعلم، تاخد خبره من هنا، تاخد خبره من هنا. انا بشتمش الوظيفه، بس انت الوظيفه لازما عشان تبقى بتتعلم منها، مش عشان تشوف انت هتاخد كام منها. وانت لو خدت اجر ثابت، الاجر ده مع الوقت هيبقى قيمته بتقل، فانت هتفضل في مرتبه برضو، مش هتوصل لصاحب الشركه. مش هقول لك مدير الشركه، مدير الشركه هو موظف زيك، انما صاحب الشركه ده اللي هو سايب الشركه، الشركه بتجيب الفلوس في الشهر، هو ما بيعملش حاجه، هو قاعد، هو عمل الشركه والشركه بتجيب له فلوس، هو ما بيعملش حاجه تاني. فحاجه مهمه قوي ان انت لازم تستخدم عقلك في ان انت تطلع فلوس من الحاجه اللي انت تقدر تطلع منها فلوس فعلا. مش تبقى بس تركيزك كله على ان انت هتشتغل وظيفه في 8 ساعات في الشهر، 8 ساعات في اليوم، مش هتبقى مستريح، انت مش هتبقى حاسس ان هي حاجه حلوه. طب افرض فقدت الوظيفه، طب افرض هي حاجه بتحسها امنه، انما هي مش امنه خالص، هي وحشه. هو انا قلت حته ان انت لازم تستخدم عقلك. هو القصه لما جت في الكتاب، كانت القصه، هو كاتب الكتاب اسمه روبرت كيوساكي. هو الكتاب كان بيحكي عن ان يعني روبرت كيوساكي كان عايش وله واحد صاحبه وايه، انا مش عارف يعني هو ايه، وابو واحد فيهم هو الغني هو اللي بيديهم القوانين، وابو واحد فيهم هو الفقير، فهو ايه، فهو ده اللي قال لهم روحوا شوفوا الغني ده يعني.
والغني ما بيديكمش فلوس ليه ومش عارف ايه عشان مشغلهم عنده في وظيفه. هو كتاب حلو يعني، انتوا بشجعكم ان انتوا تقروه بجد. فايه فكان المثال، كان الاكزامبل هنا ان هم كانوا شغالين في المكتبه، هم كانوا شغالين من غير راتب. يعني هم اشتغلوا في الاول ب 10 سنت لمده 3 ساعات ب 30 سنت، وكانوا متضايقين من الراتب وكانوا عايزينه يعلى. وبعد كده لما راحوا له هو خلاهم يشتغلوا من غير راتب، اقنعهم ان هم يشتغلوا من غير راتب، كانوا هم لسه صغيرين. فهم لما اشتغلوا من غير راتب جالهم في مره المكتبه شحنه من الكتب الهديه اللي بتبقى جايه عشان تتفرق على الناس، كدعايه للايه للكتاب يعني، او كدعايه للمكتبه اللي بتنزل الكتب دي. فهم لما عرفوا ان الكتب ديت مش هتتباع، ما ينفعش تتباع، هم عملوا ايه؟ هم خدوا الكتب ديت وحطوها يعني في مكان زي ايه، زي بدروم كده، يعني حته ضيقه كده، وايه ورصوا فيها الكتب ديت. وبقوا بيعملوا ايه؟ الدخول من بعد يعني الاطفال اللي زيهم اللي في المدرسه عرفوهم، بقوا بيخشوا من بعد المدرسه لغايه الساعه 5 تقريبا. هم بيدفعوا مثلا دولار او مش عارف 50 سنت، انا مش عارف السعر كان قد ايه، بس هم يعني قدروا ان هم يقنعوا العيال ان هم يبقوا بيجوا عندهم يقعدوا يقروا في الكتب ويقروا براحتهم، وبعد كده لما تيجي الساعه 5 يقفلوا ويجوا تاني يوم وهكذا. فهي حته حلوه قوي، كان تفكير رائع ساعتها. فانا لما قريت الحته دي بجد قلت يعني ايه الجمال ده، اللي هو بجد ايه التفكير الجامد ده، تفكير حلو، مش تفكير عقيم فيه بجد يعني. اقول ايه، بس دول العيال قدروا يفكروا، فانت لازم انت كمان تفكر، ما تبقاش محبط كده، فاهم؟ تاني قانون هو قانون الأثرياء يشترون الأصول والفقراء يشترون الالتزامات. القانون ده أنا لما شفته أنا قلت بجد ده أنا هو اللي كنت فعلا ممكن أكون ببقى بفكر إن أنا أشتري التزامات. حتة إن أنت تشتري التزامات وتشتري أصول، هو معناها إن أنت دلوقتي مثلا إيه، أنت دلوقتي جمعت مبلغ معين، أنا جمعت مثلا نص مليون جنيه. فالطبيعي يعني مش الطبيعي، الطبيعي عندنا هنا، النورمال عندنا هنا ان انا معايا نص مليون جنيه، انا هاخدهم اجيب بيهم الحاجات اللي هتجيب لي التزامات. انت كونك جبت عربيه مش لهدف مثلا ان هي تبقى بتجيب لك فلوس، الهدف ان انت تبقى بتسوقها كمثلا منظره او كاي حاجه، فهي دي حته لوحدها معناها ان انت كده خلاص، انت كده اشتريت الالتزام. انت لو راجل غني واشتريت الالتزام عادي، انما انت راجل مش غني ومعاك نص مليون جنيه، تقوم انت تشتري العربية، فهتضطر ان انت تبقى تصرف عليها التزامات اكتر، فما تقدرش تحوش اكتر. يعني انت لما تكون، لو انت عايز تغير عقليتك وتخلي نفسك ثري، لازم تفكر في حتة اللي هو ان انا دلوقتي لازم اطور من نفسي في الحتة بتاعت ان انا لما يبقى معايا فلوس لازم الفلوس دي تتحط في حاجة تجيب لي فلوس. يعني هو لما قالها روبرت كيوساكي، دوبامين كافين علق عليها وقال ايه، قال ان هو في حياته كان دوبامين كافين قال انا كنت بجمع فلوس عشان يشتري بيت ينقلوا فيه هو وعيلته. فقال لا، انا هقسم الفلوس اللي انا جمعتها ديت واحط كل مبلغ منهم في استثمار. الاستثمار اللي هيكسب فيهم هو الاستثمار لوحده. يعني هو مثلا كان عايز يجيب بيت بمليون ريال تقريبا ولا بمليونين ريال، فلما اتكلم قال ان هو وزع الفلوس واستثمر بيها في اماكن، وقال ان اقل مكان فيهم ممكن يعيد عليه دخل، المكان ده ممكن يدخله تمن البيت ويمكن اكتر. ممكن يخسر ممكن يكسب، بس هو مدرك ان هي لازما يعني نو ريسك نو فن يا حبيبي، انت فاهمني؟ نو ريسك نو فن، دي معلومة عادية جدا، بس انت برضو لازم تكون مدرك، انت ما تبقاش مش فاهم في الحاجة وتروح تعمل فيها. يعني انت ما تبقاش مش فاهم في البورصة وتروح تضارب في البورصة في حاجة انت مش فاهمها، لا انت لازم تفهم الاول. فانت برضو ايه في حتة ان انت لازم تستثمر، هي حاجة مؤكدة. حتة ان انت لازم تشتري اصول، ما تشتريش التزامات. الاصل هو مثلا زي البيت اللي انت تشتريه وتأجره، تشتري عمارة مثلا فيها 5 6 ادوار، وتبقى بتأجر او تبقى بتبيع فيها البيوت وتبقى بتاخد فلوس وبتجيب عمارة تانية وبتعمل مش عارف ايه. هو ده الاصل، ان انت عندك اصل بيجيب لك فلوس،
زي مدير الشركة او صاحب الشركة اللي احنا اتكلمنا عليه في المثال اللي فات، وقلنا ان هو ده صاحب الشركة بيدخل له فلوس كل شهر، ده كده شاري اصل. هو اشترى الشركة واشتغل فيها ونماها وطورها وعلاها ومش عارف ايه، وبعد كده ساب الشركة خالص وراح فتح غيرها وغيرها وهكذا. هو ده الذكاء. القانون الثالث هو مارس مهنتك واهتم بعملك الخاص. في القانون ده انا سكت شوية كده لغاية اما فعلا قلت كل الناس لما بتيجي تتخرج هي ما بتركزش غير، مش هقول كل الناس، هو معظم الناس لما بتيجي تخلص كلية هي ما بتركزش غير في الشغل اللي هتشتغله، انما فعلا ما فيش حد فيهم بيعرف ايه هو العمل الخاص اللي هو يعمله. دي حاجة مهمة قوي ان انت لازم تركز في العمل الخاص اللي هيكون ملك ليك انت، وهتسيب شغلك ده. انت شغلك ده لازم أن تدرك ان هو حاجة لن تستمر وممكن ما تكونش اصلا، انت فاهمني؟ يعني انت لو بدأت عمل خاص من بدري فانت ممكن ما تشتغلش اصلا عند حد، انت ممكن تبقى انت صاحب نفسك، انت صاحب شركتك، انت صاحب عقاراتك، انت صاحب ممتلكاتك، انت صاحب الحاجات دي كلها. مارس المهنة بتاعتك عادي، هو ان انت تبقى بتشتغل ال8 ساعات بتوعك عادي عشان دول هيجيبوا لك الدخل اللي انت بتصرف بيه على نفسك اخر الشهر. انما ال8 ساعات التانيين بتوع عملك الخاص اللي انت هتستخدمهم التانيين دول عشان تطور نفسك فيهم في عملك الخاص اللي هيجي كمان سنة ولا سنتين، يبقى هو ده الدخل الأساسي بتاعك أكتر وأزود بكتير من الدخل اللي بيجيبه عليك مهنتك أو شغلك. معنى أصح، فعلا حتة إن أنت تبقى بتمارس مهنتك وبتبقى بتشتغل عملك الخاص والكلام ده في سن ال20، هتيجي عند سن مثلا يا عم قول ال30 ويبقى انت عندك عملك الخاص، هتبقى ساعتها تقول انا مش محتاج الشغل ده، انا لو زهقت منه انا هسيبه، انا مش هستناه هو اللي يطردني، انا هسيبه. حته ان انت ما تبقاش انت اللي ماسكاك وظيفه، او ما تبقاش انت كبرت وانت ادركت ساعتها، ما تبقى يعني ما تديش لنفسك فرصه ان انت تكبر او تحس ان انت بقيت عجوز وما حققتش حاجه في حياتك. حاول تحقق كل اللي نفسك فيه، انت لسه. ولو انت 30 سنه، ولو انت 35، ولو انت 40، ولو انت 60 سنه، تقدر تحقق عملك الخاص من دلوقتي عادي. انت ممكن تستثمر والله العظيم وتبدا وتحاول وتجرب وتنجح وتفشل وتقع وتقوم، تعمل كل الحاجات دي هتقدر والله. القانون الرابع، الاثرياء يبتكرون للحصول على المال. الأثرياء يبتكرون للحصول على المال. حتة إن الأثرياء بيبتكرون ديت، هي زي إن هم خدوا الكتب وراحوا حطوا الكتب ديت في المكتبة الصغيرة اللي هم كانوا عاملينها في البدروم بتاع بيتهم أصلا، وبقوا بيبيعوا الكتب أو بيأجروا الكتب، إن أنت تخش تقعد في المكتبة وتبقى بتقرا كتب. فالحتة ديت هو ده يا حبيبي، ان انت تبتكر. انت لازم تفكر، تبص حواليك كده وتعرف ايه اللي انت ممكن تجيب منه فلوس، ايه اللي ممكن تستخدمه. انت دلوقتي مثلا بتعرف تعمل مهارة فلانية، بتعرف تعمل مش عارف ايه، تقدر ان انت تشتغل بها فريلانسر، تقدر ان انت مثلا تتاجر بحاجة، ان انت تعمل افيليت ماركتنج. اتقالت قدامي بقت هي هما طريقتين عشان تقدر تحصل على المال. طريقة ان انت تحل مشكلة او تقدم قيمة هو اللي انا قلته لك دلوقتي. حته ان انت تبقى بتعمل ايه، حته ان انت تبقى بتقدم عرض دلوقتي، ان انت مثلا ايه، انا بقدم قيمه ان انا بقدم مهاره معينه، انا مثلا شاطر في التصميم، شاطر في المونتاج، شاطر في الكتابه، فانت كده بتقدم قيمه. هتقدم قيمه تحصل على المال، تحل مشكله تحصل على المال برضو. حته اللي هو ايه، تحل مشكله. يعني انا لما شفت حلقه الدحيح بتاعت حلقه الاندومي، كان سر الاندومي وبدايه الاندومي وكده. هي بدايه الاندومي كانت جايه من اليابان بسبب الحرب العالميه. فهو ده ابتكر راجل ابتكر وقال لا ده احنا نعمل المكرونه المقليه ومش عارف إيه. ده راجل ابتكر وحل مشكله وحصل على المال. ده كده ابتكار. حته ان انت تبقى بتمنتج مش عارف إيه، انت بتعمل حاجه مبتكره بجد. انت لازم تكون عارف دي. القانون الخامس، اجعل وظيفتك لغرض التعلم لا للحصول على المال. تعلم شيء من كل شيء. بجد القانون ده انا لما قريته حسيت ان انا كنت بعمل حاجات مش تخليني ساري خالص خالص. حتة ان انت عايز تغير عقليتك وتيجي تقرا الكتاب ده، انا حاسس ان انا اتطورت بطريقة بجد يعني، الحمد لله. فبجد
حته ان انت لازم تخلي الوظيفه اللي انت بتتعلم اللي انت فيها انت حاجه انت بتتعلم منها. انت مثلا انت شايف شخصيه زميلك اللي في الشغل ده احسن، شايف مثلا مديرك اللي في الشغل ده احسن، فانت قاعد فانت بتتعلم منه، تاخد منه خبرات، تتعلم حاجه في المجال الفلاني عشان انت عايز تفتتح عملك الخاص في المجال في نفس المجال الفلاني. فهي حاجه حلوه قوي ان انت تبقى مركز في حته ان انا لازم اكون بعمل الحاجه اللي انا عايز اتعلم منها، اللي انا عايز اخليها في عمل الخاص. يعني في ناس عندنا هنا، في واحد بدون ذكر اسماء، هو الواحد ده يعني تقريبا هو بادئ من قبل ما انا اتولد ولا مش عارف، بس هو قديم قوي. ده واحد كان فتح عربية كشري تقريبا، هو بادئ بعربية كشري، بسم الله ما شاء الله دلوقتي ممكن يكون عنده بدل الفرع، يعني انا شفت له كذا فرع، فهو ممكن يكون عنده بتاع 5 6 فروع، بسم الله ما شاء الله. حاجة حلوة قوي ان انت تبدأ عملك الخاص من بدري، سواء كنت سواء كنت هتبدأه في حاجة عاملة ازاي، كشركة، كمطعم، كحاجة هتستثمر فيها فلوسك هتعيد عليك بالربح. دي بجد حاجة انت لازم تكون مدركها جدا. وحتة ان انت تتعلم شيء من كل شيء، حتة ان انت رايح الحتة ديت او المكان ده عشان تتعلم، انت رايح الحتة دي برضو عشان تتعلم. طب انا رحت اشتغلت هنا وخلصت شغل ومش عارف ايه، وما بقيت خلاص انا وصلت للليفل اللي هو ايه، انا مش ما فيش حاجة تانية هنا انا ما بقتش عارف. طب انا عرفت كل حاجة هنا مثلا، اروح بقى اتعلم حاجه تانية. السيلز انا ما اتعلمتهاش قوي بصراحه، بس انا قريت فيها شويه وفهمت فيها حبه حاجات. فانا عارف ان انت لازم تتعلم، يعني حته ان انت تبقى تتعلم مبيعات ديت بجد حاجه مفيده جدا جدا ليك، يعني ايه، وهتساعدك جدا، لان المبيعات مطلوبه في اي حاجه. هي اي حاجه انت ممكن تكون بتعملها هي محتاجه مبيعات. العقارات محتاجه مبيعات، هو في واحد سمسار بياخد منك العقار ده يعرضه للبيع وبيعرف يبيعه. انت لما تتكلم مع سمسار في ان انت تبيع بيت، انت بتبقى عارف ان السمسار ده هو ده اللي هيعرف يجيب لك المشتري، فده كده بيعرف يبيع. انت مثلا عندك مهارة فلانية، انت المهارة ديت انت بتشتغل بيها. طب انت دلوقتي ما معكش مهارة ان انت تبيع، او ان انت تعرف ان انت تسوق حاجتك للناس او توري حاجتك للناس، فانت كده هتحتاج واحد يسوق لك المهارة ديت، تحتاج واحد يعمل لك دعاية واعلان لحاجة فلانية. فانت لا، كل ما تبقى بتعرف تسوق اكتر كل ما تقدر تسوق حاجتك اكتر. القانون الثالث والاخير، القانون ده انا بصراحه انا ما عرفتش اطبقه، بس هو قانون حلو للناس الكبيره، يعني هو مش ليا انا عشان انا مش عندي حاجه ايه، استفد من قوانين دولتك. معنى اصح هو القانون ده انا ما كنتش مهتم بيه جدا، لان هو بصراحه انا مش شايفه مهم. هو حته ان انت ايه، تحاول تتهرب من الضرايب. يعني هو بره مصر كان عنده حته ان هو بيبقى عليه ضرايب، فهو كان بيعمل الحاجه القانونيه اللي تخليه يتهرب من الضرايب. اللي هو مثلا انت دلوقتي الشروط اللي هي عشان مثلا ما تدفعش ضرايب هي واحد اتنين تلاته، فهو يعمل الشروط دي، كان يخلي الشروط ديت موجوده عنده عشان يثبت لهم ان هو مش هيعرف يدفع ضرايب، فكان ما بيدفعش ضرايب على الحاجات دي. فانا مش شايف حته هو كان بيدفع ضرايب ايه، يعني ضرايب مثلا على مباني، على شركه، على مش عارف ايه، بس قطط.